الآن الرواية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف أصلا من هؤلاء. النبي ما يعرفش أن هؤلاء بأسمائهم، فكيف تطلب منا أن نعلم من هؤلاء إذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصرح من هم المنافقون؟ هذه أول نقطة. في القرآن الكريم الله عز وجل يقول: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ما قال من المهاجرين والأنصار، لا، المهاجرون والأنصار كانوا ممدوحين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الله عز وجل مدح المهاجرون والأنصار، بل وقال: الذي يتبعهم بإحسان فهو في الجنة. ولا توجد آية في القرآن الكريم أن من اتبع أئمة الشيعة دخل الجنة، لكن المهاجرون والأنصار ممدوحون. طيب، الآية بتقول: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمهم، فكيف معممين الشيعة علموا المنافقين؟ إلا أن يكون علماء الشيعة أعلم من رسول الله والعياذ بالله. ده رقم واحد. والرواية بتقول: منذ فارقتهم، يعني ارتدوا بعد ما فرقتهم. ومن المعروف والمعهود أن أبا بكر والصحابة قاتلوا المرتدين الذين كانوا حديث عهد بإسلام، وقاتلوا مسيلمة الكذاب وسجاح وكل من ارتد عن الإسلام. فالآن هنا السؤال اللي يرجع لك أنت الآن: علي بن أبي طالب لما ارتد جل العرب، هل كان يحارب في صفوف المسلمين الذين يحاربون المرتدين، ولا كان ملتزم بيته لم يخرج منه؟ ده سؤالي لك. وأيضا الذين أحدثوا بعدك، لو كان أبو بكر وعمر وعثمان أحدثوا شيئا في الدين، فأنا أطلب منك الآن أمام متابعيك أن تأتيني بحكما شرعيا غيره علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة كان في الأحكام التي قبله. فلو كان حكم أبي بكر وعمر وعثمان على باطل، عندك شيء من اثنين: إما أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار على هذا الباطل، أم غير شيئا من هذا الباطل، وتثبت لي هذا برواية صحيحة في كتبك. فالنبي لم يعلمهم، ده رقم واحد. رقم اثنين، أريدك أن تجيبني: هل علي بن أبي طالب شارك في حروب الردة أم التزم بيته؟ الأمر الآخر: علي بن أبي طالب لما تولى الحكم هل انتهى غير وقتك. شيئا من أحكام الدين كانت قبله؟ انتهى وقتك. نعم. انتهى وقتك. يمنعون من الزكاة هؤلاء كانوا من الصحابة، ليس عقيدة أحد من الناس. وإن هؤلاء لم يمنعوا الزكاة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها إن عدم إيتاء الزكاة هذا ليس من البدعة. عدم إعطاء الزكاة ليس بدعة أدخلته في دين الله. عدم الزكاة كما الرجل الذي لا يصلي، هذا ليس بدعة، هذا لا يسمى إنه أحدث في الدين. إن هؤلاء الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن يا جماعة الخير، هو بيقول لك إن مانع الزكاة لا يقتل ولا يكفر. طيب، الآن في كتب الشيعة هو ما يريد يعطي الوقت لأنه يعلم يقينا أني كيف سأجيب. هذا كتاب شيعي اسمه مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائي الحكيم، يقول إن مانع الزكاة كافر. إذن في الدين الشيعي الذي يمنع الزكاة كافر. كذلك جاء في كتاب كشف الغطاء لجعفر ابن كاشف الغطاء، ماذا يقول؟ يقول: فمن خالف في ترك الزكاة أو خمس أو رد حقوق حاربوه. أدي علماءك بيقولوا أن مانع الزكاة كافر ويحارب. هذا ليس يوم أيضا وفاة جاء في كتاب النبي، هذا الفصل. ليس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا متأخر عنه تقاطع، جدا. هذا على الإطلاق. ليش تقاطع؟ ليش تقاطع؟ هذا على وهؤلاء الإطلاق. لم يدخلوا هؤلاء بدعة علماء. في دين الله. لا هؤلاء لا لم لا لا، يدخلوا بدعة في علماء دين قالوا الله. كافر ويقتل. أنت شفتوا تتحدث عن بقى؟ شيء آخر.
لا تتحدث. هرب. كيف هرب أنت؟ ماذا الذي أحدثه؟ هل أتى أذان جديد، صلاة جديد، شيء حكم جديد أدخل في الإسلام؟ لا، الشيء الوحيد الذي أدخل في الإسلام هو إمامة أبي بكر. عندما سألته أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، لا أقصد أن النبي لا يعرف أن هؤلاء بين أصحابه، لكن لا يعرف المنافقون، لا يعرف المنافقين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ أن هؤلاء من المنافقين، وهذا أكبر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أعيان المنافقين. لكن سبحان الله، الشيعة الإمامية بقى عندهم علم أكثر من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيان المنافقين. فإما أن يكون النبي قصر في تعيين المنافقين، أو يكون الشيعة الإمامية أعلم من الرسول والعياذ بالله. أيضا سألته سؤال، بيقول لك إيه؟ بيقول لك كانوا صحابة. لا يا عزيزي، أنت تجهل تعريف الصحابي عندنا. الصحابي عندنا من لقي النبي مؤمنا بالنبي ومات على الإيمان بالنبي، فالمنافق أصلا لا يدخل في تعريف الصحابي. والشهيد الثاني في كتبك قال بهذا التعريف أن تعريف الصحابي أيضا من تعريف الصحابي أيضا من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإيمان به. بتقول لي أن الصحابة المنافقين هم اللي بايعوا أبو بكر. طيب أنا أتحداك تحدي علمي أن تثبت أن سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار امتنعوا عن بيعة أبي بكر برواية صحيحة في دين السنة. لا يوجد رواية على وجه الأرض أن سلمان وأبو ذر والمقداد هؤلاء لم امتنعوا عن بيعة أبا بكر، وإلا تكون حكمت عليهم بالنفاق دون أن تشعر. أقسم برب الكعبة إن الشيخ حسن الياري اللي قدامكم ده حكم على سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار بالنفاق، لأنه لا يوجد رواية على وجه الأرض صحيحة أنهم امتنعوا عن بيعة أبي بكر الصديق. فجاي يطعن في أبو بكر، سبحان الله، طعن في الصحابة المنتجبين أنهم من المنافقين والعياذ بالله. سألت سؤال منطقي وعقلي، قلت له: هل عندك علي بن أبي طالب في حروب الردة؟ هل شارك في حروب الردة ولا التزم بيته ولم يحرك ساكنا؟ ما استطاع أن يعطينا جواب. سألته سؤال، قال إن أبو بكر والصحابة أحدثوا في الدين. فألزمته أيضا بسؤال: هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حكم المسلمين هل غير حكما؟ هل غير حكما كان في عهد أبي بكر؟ الجواب لا. هل غير حكما كان في عهد عمر؟ الجواب لا. بل إن علي بن أبي طالب قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. نهج البلاغة يا إخوان، كل نهج البلاغة بلا إسناد، فإما أن تقبل نهج البلاغة كله أو تسقطه كله، لأن نهج البلاغة بيقول لي ليس كله صحيح، فسنلزمك أن تخرج روايات نهج البلاغة الصحيحة خارج نهج البلاغة، ولن تستطيع أن تثبت رواية صحيحة في كتاب نهج البلاغة، فكله ساقط الأسانيد. ده أنت مش بس أسقطت نهج البلاغة، ده أنت أثبتت خطب التوحيد اللي العلي بن أبي طالب في نهج البلاغة دون أن تشعر. مش جاي أنا أقول لك النهاردة أول حاجة أسقطت الصحابة المنتجبين أنهم لم يمتنعوا عن بيعة علي، عن بيعة أبا بكر. أسقطت كتاب نهج البلاغة لأن علي في نهج البلاغة يقول إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. فإذا علي بن أبي طالب عند الشيعة اللي بايعوه كانوا أيضا من المنافقين والعياذ بالله، وكان المنافقين بيقتلوا المنافقين. بالله عليكم شفتوا دين بهذا الشكل؟ المنافقين اللي بايعوا علي كانوا بيحاربوا المنافقين التانيين. أي دين هذا؟